هيما هيما هتروحي الحضانة؟ هتاخد الشنطة؟ هتاخدي معاك كمان الشنطة بتاعتك؟ الشنطة اللي مع ساندي؟ وهتروحي الحضانة؟ هتاخدي معاك في الحضانة الازازة؟ وهتاخد ايه كمان؟ الغطا بتاع الازازة؟ لا يا راجل بجد فاجئتني. وهتاخد ايه تاني؟ وهتاخد شوكولاتة؟ هتاخد سندوتش؟ طب قولي لسما باي باي يلا. اعملها باي باي بايدك يا سما. انا رايحة الحضانة. باي باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير. ده الاستاذ ابراهيم. يلا باركولي بقى، قولي لي الف مبروك يا ام سما. عندنا شهاده يا ناس. ابراهيم بقى في سنه اولى حضانه. قدمت له في الحضانه وخلاص الحمد لله اتقبل. ويلا تعالى بقى نشوف بينا احنا جبنا له ايه عشان الحضانه بتاعته، ونشوف احنا هنروق الاوضه بتاعه الانتريه دي عشان بقالي كتير ايه ما روقتهاش كده. قلت اروقها، وكان كل ما نحط دور غسيل ولا حاجه نركنه، وبصراحه ربنا بكسل شويه في التطبيق. يلا بينا. المهم انا جيت كده. اول حاجه عايزه اقول لكم ان انا اول مره اصور بيها لوحدي الرينج لايت، اول مره اصور بيها، فبقى ادعوا لي ان انا استمر وشجعوني كده. وقولوا لي كلمه حلوه، قولوا لي ايوه شجعي اعمل اي حاجه، عشان انا بصراحه ربنا مساعدنا جبتها وهي مركونه كده. النهارده بقى ايه قلت اما اجربها، ويعني نحلل فلوسها يعني يا جماعه، احنا جبناها وركناها كده. حطيتها وجربتها والحمد لله يعني نفعت. انا كده كان عندي حبه هدوم. عايز اقول لكم حبه هدوم دول يعني انا زي ما قلت لكم قبل كده الهدوم بتتكاثر والمواعين بتتكاثر. في حد عنده زي كده ولا انا لوحدي؟ طبقت حبه الهدوم دول، وكان عندي كام دور غسيل كده كمان غسلتهم. بقيت اغسل واطبق على طول يعني اللي على الحبل يا دوبك يتهوى شويه. طبعا كلنا عندنا غسالات الاوتوماتيك يعني يا دوبك بتهوي شويه الهدوم بعدين تشيليها على طول. واطبق الهدوم. وبعد ما طبقت الهدوم بقى ايه مسكت الاوضه ايه روقتها. بس بصراحه ربنا يعني الترويقه من على الوش كده. الكلام ده كان حوالي الساعه 3 بالليل يا جماعه. كانت دماغي مشغوله كده شويتين 3 ومش عارفه انام، فحبيت اتكلم معاكم كده. عايزه اسالكم يا جماعه ايه اخباركم مع صله الرحم؟ عاملين فيها ايه؟ مقصرين ولا متواصلين مع اهليكم واهليكم متواصلين معاكم ولا زي حالاتي كده؟ انا عندي امي واخواتي والحمد لله ربنا يخليهم لي يا رب. وعندي اهلي من ناحيه امي واهلي من ناحيه ابويا، بس يعني في مسافات كده في عيله من العيلتين يعني. انتوا زي كده ولا انتوا ايه؟ مع ان الحاج الله يرحمه كان بيوصينا مثلا ان احنا نتواصل مع اهالينا وكده، وكان بيتكلم دايما على صله الرحم. بس بعد الوفاه الناس بتبين يعني كل واحد بيبين. المهم ندعي بقى لامواتنا واموات المسلمين اجمعين بالرحمه، وندعي ان الناس اللي ما عندهاش صله رحم تصل صله الرحم بتاعها. وتعالوا نشوف هنعمل ايه بقى في الاوضه. هنروق الاوضه ترويه زي ما قلت لكم كده، مش ترويه جامده يعني. ادينا بنضيع كام ساعه بتوع الليل دول عشان نعرف ننام. هننام واحنا مهدودين. مسكت الاوضه نفضت الانتريه ومسحت الخشب. ودي الزحليقه بتاعت استاذ ابراهيم مركونه بقالها فتره عندي، مش بيستعملها كتير لان السلم بتاعها اللي هو اللي على الجنب دوت اتكسر. دي الشنطه اللي انا جبتها من عند ماهر. انا عايزه اقول لكم يا جماعه اللي ماهر دوت حاجه تحفه كده يعني، حاجه بتعمل عروض جامده. تحسي انك انت لو رايحه بقد ايه فلوس اقسم بالله ترجعي وانت منفضه. جربوه كده والله مش هتندموا. انا يعني مظبطه نفسي معاه اول الشهر كده بروح الحاجات. هو بيبقى عامل عروض كتير بصراحه، بس مثلا لو في عروض جت في اول الشهر بنزل. مجرد ما بتنزلي بتفتحيها بتخربي الدنيا يعني. ماهر ممنوع تروحي له اصلا في اول الشهر. تروحي له وانت مجنطه عشان تتفرجي بس للفرجه فقط. مسكت بقى هنا الصاله الاوضه بتاعه الانتريه كنستها ونفضتها، والستاره دي انا كنت لسه غسلاها ومعلقاها ففردتها من بعد ما جيت من المصيف. انا كنت مظبطه الشقه زي ما قلت لكم قبليها، بس ايه يعني قلت ناخدها كده ونتسلى واحده واحده. متنسيش بقى لو انتوا اول مره تشوفيني تشتركي في القناه وفعلي الجرس، وقولي لي ايه رايك في القناه بتاعتي، وقولي لي يعني شجعيني كده بكلمه حلوه، وقولي لي ايه رايك في اللي انا بعمله في الشقه مع بعضينا. وعايزه اقول لكم خدوا رايكم كمان ان انا عايزه انقل النيش. لو خدتوا بالكم النيش ده على الجنب انا عايزه اجيبه في الناحيه التانية. عايزه شايفين النيش هنا عايزه اجيبه بقى في الحته التانية اللي في وش الستاره دي تعتبر. ودي القواقع دي كنا جايبينها من راس البر. كانت الفازه دي برضو كنت جايباها من ماهر، كان فيها لون ورده كده ما كانش عاجبني، فجبنا القواقع دي من راس البر من البحر. دي بقى حاجات ماهر. ادي شنطه استاذ ابراهيم. شايفين الحلاوه يا ناس؟ شايفين الكميله يا ناس؟ ودي اللانش بوكس بتاع ساندي، عشان هي الاستاذه دي ضيعت اللانش بوكس بتاعتها السنه اللي فاتت. وعامه احنا كل سنه بنجيب ما شاء الله يعني، تحسي اللي هي دي موجوده معانا مع الكتب اللي بتتجدد. ودي بتاعت استاذ ابراهيم اللانش بوكس بالازازه برضو. ودي بقى انا عايزه اقول لكم كان برضو عامل عروض حلوه قوي على الكشاكيل والقراريس. يعني الكشكول دوت انا جايباه من عنده ب20 جنيه تقريبا، او متهيألي ب20 او ب25 اللي هو الدبوس الكبير. ودي محافظ كده مقالم. وعنده علبه القلم الاقلام ب35.
بصوا الازازه واحده من دول ب30 وواحده مش فاكره كانت ب25. واللانش بوكس دي ده عرض مع بعضه، وبتاعت ابراهيم برضو عرض مع بعضه. الاقلام الالوان عنده ب17 جنيه. الكراسه الرسم عنده السكتش الكبير ده ب7.5. ودي شنطه استاذ ابراهيم. ودي الاوضه بعد ما اتروقت. وبصوا المشتريات بتاعت استاذ ابراهيم على الجنب كده. طبعا هو مجرد ما بنبدا نروق في اوضه هو بينطلق في المكان، هو بينتشر في المكان لوحده. زي ما قلت لكم انا روقتها ترويقه كده من على الوش، بس اللي هو ايه عشان نعرف ننام واحنا مش بنفكر في حاجه. وزي ما قلت لكم بقى اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لك كل جديد، وقولوا لي كومنت زي حلو زي كده. واشوفكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.